مشاهدينا ومشاهدي فضاء المصرية في كل مكان، دايما بنلتقي مع بعض كل يوم جمعة من كل اسبوع علشان نعرف مع بعض اخر اخبار المطارات والسفر. النهارده هيكون لينا لقاء مع الدكتور مدحت قنديل، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. هيكلمنا عن كيفية مكافحة بعض الفيروسات المنتشرة زي فيروس زيكا وغيره من الفيروسات، وكمان الاستعدادات سواء للعمرة او غيره. كمان بيكون لنا لقاء دايما مع احد السياح، نتعرف على اهم الاماكن السياحيه اللي بيحبوا يزوروها، وكمان نفسه ايه يشوفوا عندنا في بلدنا الحبيبه. افكركم بايميل البرنامج اللي ظهر على الشاشه، المطار 770@gmail.com. يلا بينا نبتدي حلقتنا، خليكم معانا وتابعونا وحلقه جديده من برنامج المطار. حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس زيكا، والحقيقة ان الفيروس ده كان اول انتشاره في عام 1947 في غابة زيكا في اوغندا. كان اول ما انتشر ابتدى يهاجم القرود، بعدها ابتدى في 2007 يهاجم البشر، وفي 2013 ابتدى ينتشر في عدة مناطق في فرنسا. في 2015 ظهر في امريكا اللاتينية منها البرازيل وفي كولومبيا، وفي نهاية 2015 ابتدى يزدهر بشدة وأصاب 4 ملايين شخص في أمريكا الجنوبية. والحقيقة أن المرض ده لما بيصيب المرأة الحامل بيصاب الجنين بتشوهات. حول هذا المرض يساعدنا الحديث ويساعدنا يكون معانا دكتور مدحت قنديل، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. أهلا بحضرتك على الشاشة الفضائية. أهلا بيك يا فندم. أهلا. زي ما بقول مرض زيكا يعني في كده خوف منه شوية كده الأيام دي، صح؟ لازم يبقى في قلق طبعا، عشان خاطر ده طبعا مرض معدي وفيروسي. تمام. هو يعني اللي ابتدت الاصابه بيه طبعا يعني تقل دلوقتي، يعني ما بقيناش نسمع فيه زي الاول، يعني حاله الذعر اللي كان فيه في الاول كده ابتدت تقل. يعني هو انتشاره كان طبعا زي ما حضرتك قلت وتفضلتي قلت في الاول في امريكا امريكا اللاتينيه، اللي هي امريكا الوسطى، امريكا الجنوبيه، الكاريبي، وظهر برضه في دوله افريقيه اسمها الراس الاخضر اللي هي جرين كاب. واعراضه اللي احنا بنقول عليها اللي هي ارتفاع في درجه الحراره مع الام في العضلات، مع طفح جلدي، مع وجود طبعا للام الحامل تشوه في الجنين وخاصه في المخ او في الراس. وبعد كده بقى حالة لو حاجة الام مصابه بيها الجنين بيصاب بتشوهات. الام الحامل. طيب دكتور، ما هو اي حد ممكن يبقى عنده ارتفاع درجه حراره، عنده طفح جلد، يعني ايه المميز اللي اعرف منه ده ممكن يبقى عنده المرض او فيروس الزيكا؟ طبعا هو بينتشر عن طريق البعوض، عايزين نقول كمان هو بينتشر عن طريق بعوضه اسمها ايديس ايجيبتاي. دي موجوده في اسيوط وموجوده في المنيا. البعوضه دي هي اللي دكتور ازاي موجوده في اسيوط ومنيا وهي نفس البعوضه؟ فقط لا غير. لا توجد حاله اشتباه زيكا في مصر، لكن البعوضه نفسها موجوده في اسيوط وموجوده في المنيا. وفي نفس الوقت دي اللي بتنقل المرض. المرض ده عباره عن ايه؟ عباره عن ارتفاع في درجه الحراره مع طفح جلدي مع الام في العضلات مع اصابه الملتحمه بتاعه العين مع وجود تشوهات للام الحامل للجنين. التشوهات دي بتبقى تظهر في صوره ايه؟ اول حاجه اللي هي صغر حجم الراس، اللي هو تبص تلاقي اللي هو بيسموها ماكروكيفالي، وفي نفس الوقت بيخلي المخ اصغر من الطبيعي. طب ايه الاجراءات اللي بتتم في مطار القاهره الدولي؟ طبعا هل في دول معينه انتوا بتبقوا خايفين منها، فاول ما مثلا تبقى طياره جايه عليها الدول دي بتبقوا حريصين قوي بتعملوا، يعني عايز اعرف الاجراءات اللي بتتم داخل مطار القاهره الدولي. طبعا في حاجه اسمها مناظره ومتابعه وملء كروت بالنسبه للدول اللي جايه من امريكا اللاتينيه، سواء بطريق مباشر او طريق غير مباشر. الطريق اي دوله ايا كان نوعيتها جايه، سواء من امريكا الوسطى او امريكا الجنوبيه او الراس الاخضر، بيبقى في حاجه اسمها كارت تعارف، كارت متابعه. الكارت المتابعه الصحيه ده اللي هو ده بيتملي وفي نفس الوقت بيتابع لمده 14 يوم. بالاضافه اي مسافر ايا كان نوعيته ده في حاله لو هو عنده الطفح الجلدي والسخونيه والالتهاب الملتحم، مجرد اشتباه في ارتفاع في درجه الحراره بس مش اكتر، لان احنا بنقيس الحراره بالانفراريد جن على كل الركاب اللي جايين من امريكا اللاتينيه بعد ملء الكروت، وفي نفس الوقت بنتابع حالتهم لمده 14 يوم في المكان اللي مقيمين فيه. هل في مصل يا دكتور مثلا الواحد ياخده خاصة من البلاد اللي زي البرازيل زي كولومبيا، يعني في مصل معين بيتاخد ولا ملوش أي مصل؟ لا يوجد مصل للزيك حتى الآن. لا.
لكن الوقايه اهم مليون مره من العلاج. تمام. الوقايه بقى عشان يحصل وقايه من المرض ده ازاي؟ اول حاجه البعد عن طبعا لدغ الناموس، وخاصه اللي هو اللي بيتقال عليه اللي هو الايدس، او ايدس ايجيبتاي، اللي موجود في اسيوط واللي موجود في المنيا. وفي نفس الوقت احنا برضو وزاره الصحه تشرفت مشكوره وعملت حاجه اسمها مصايد لعد الناموس ونوعيه الناموس في مطار القاهره الدولي. وفي نفس الوقت المتابعه المستمره والدؤوبه بالنسبه اي حاله ارتفاع في درجه الحراره تيجي من امريكا اللاتينيه. البعوضه دي شكل الناموسه العاديه اللي احنا عارفينها؟ هي ناموسه لها شكل معين على الحيطه، لها شكل معين بتقف بزاويه غير الناموس العادي. دايما بيبقى فيه استعدادات سواء موسم العمره داخل الحجر الصحي. اهم الاستعدادات اللي بتتم داخل الحجر الصحي ايه؟ اول حاجه ارشاد المسافرين وتوعيه المسافرين لعدم التكدس في اماكن الازدحام. الحاجه الثانيه اللي بنقولها عليها اللي هي النظافه الشخصيه. الحاجه الثالثه اي واحد، احنا طبعا عندنا عيادات داخل الحرم المكي والحرم المدني، وفي نفس الوقت اي حد ايا كان نوعيته عنده ارتفاع في درجه الحراره بنقول له توجه لاقرب عياده موجوده هناك. عموما دايما بيبقى فيه كده فيروسات احيانا بتنتشر، امراض بتنتشر. دور الحجر الصحي دايما وهو طبعا اللي بيبقى موجود بيقابل كل القادمين وكل المسافرين، اكيد بيبقى ليكوا دور فعال طبعا مع المسافرين او مع القادمين. قول لي حضرتك بتعملوا ايه مثلا في حاله اشتباه وجود امراض معينه منتشره، في حاله وجود دول معينه فيها امراض معينه زي ما سمعنا في فتره من الفترات نيجيريا مثلا في مرض كان فيها. يعني عايز اعرف دوركم ايه في مكافحه الامراض المختلفه. بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، انت حضرتك عارفه ان في حاجه اسمها فيروس كورونا، واحنا بنوزع مطويات على كل المسافرين للمملكه العربيه السعوديه سواء لعمره او حتى لعمل او ايا كان نوعيه الاتجاه اللي هم رايحين فيه للمملكه العربيه السعوديه. بعد كده بننصحهم، بنقول لهم ايه النصائح الشخصيه اللي ممكن تتعمل. الحاجه الثالثه الوقايه ازاي، عشان خاطر برضو يبقوا متيقنين تماما ان لان طبعا في مثلا في الازدحام بيلبسوا ماسكات بيلبسوها بطريقه خاطئه وبيقلعوها بطريقه خاطئه ممكن تؤدي الى الاصابه. فاحنا برضو بنعرفهم ازاي استخدام الادوات الشخصيه واستخدام نفس الماسك ده ممكن يكون نقل للمرض نفسه. بالظبط. فاحنا عشان خاطر كده بنعمل توعيه سواء في موسم العمره او في الايام العاديه او في موسم الحج. وفي نفس الوقت بنملى كروت في موسم العمره وموسم الحج. الكروت دي بتبقى متابعه لمده 14 يوم في خلال تواجده بعد ما يرجع بالسلامه ان شاء الله. اكتر الدول كده اللي بتقلقوا منها يا دكتور وبتقلقوا لما بيجوا من عليها يعني مسافرين او كده، ايه البلاد اللي بتقلقوا منها وبتبقوا عاملين يعني واخدين حذركم اكتر من اي دول؟ لا، هو في حاجه اسمها الدول الموبوءه. الدول الموبوءه دي يعني اللي هي معظم دول افريقيا، لان طبعا الايبولا واللاسا اللي هي في نيجيريا والراس الاخضر اللي هي الجرين كاب اللي موجوده في برضه في افريقيا اللي هي عشان خاطر زيكا. فبنتابع كل الحالات. وعلى فكره عندنا عيادات في الحجر الصحي، شغاله 24 ساعه، والدكاتره بتشتغل هي والمراقبين والتمريض عمل دؤوب في خلال ال 24 ساعه، وبيبذلوا قصارى جهدهم عشان خاطر راكب واحد ما يعديش مجرد انه عنده اشتباه في درجه الحراره بس. معظم الامراض دي ليها مصل بيتاخد يعني ما عدا مرض الزيكا في مصل لكل الامراض دي ولا ايه يا دكتور؟ ولا في حاجه اسمها حاجات وقائيه بس. بالنسبه للايبولا روسيا اعلنت من شهر تقريبا انها جابت مصل او اعلنت انها عملت مصل الايبولا، وده ان شاء الله بامر الله يعني يمر على كل افريقيا بحيث ان تبقى من الدول المتحرره يعني اللي ما فيهاش اي امراض وما فيهاش اي اوبئه. دايما كده يا رب الصحه والسلامه لكل القادمين والمسافرين. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا حبيبي، ربنا يخليك. Hello and welcome to Egypt. What's your name? Natalie. Natalie. And you? Steffi. Where do you come from? Belgium, near the coast, Torhout. Is it your first visit to Hurghada? No, it's the second time. In Hurghada. And in Egypt, it's the first. You went other governorates except Hurghada? We went to Marsalam 2 times,
we also went for 3 times to Hurghada, and one So time. this time is sixth time, for example, or Yes, yes, yes. what's the difference between this time and last time? More security, more service, ground service. How did you find? Certainly, more security. Yes, it's very big difference between the years has been passed. Yeah, it's a whole difference. Yes. What about you? You have any negative impression, or you want to see something you didn't find here? No, because the weather is beautiful, so I came here for the weather. It's beautiful weather. Yes. What about the activities you enjoyed here most? We stayed mostly at the hotel, and it was for the fishes, the beautiful corals that we went. It's very beautiful here. Yes. You as Belgian, how are you going to consider Egypt? I think it's beautiful. I certainly will come back. So, And for you? Also, certainly, it's very beautiful. We like it a lot, and we still are going to come. Certainly. Thank you. Nice to meet you, and I hope to see you again here in Hurghada and other Gada Nourits. Okay? Thank you very much. Thank you. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا بيها. افكركم بايميل البرنامج اللي ظهر على الشاشه، المطار770@gmail.com. مستنيين كل اقتراحاتكم وكمان تساؤلاتكم على ايميل البرنامج. استنونا الجمعه الجايه وفي نفس الميعاد، وكل اخبار المطارات والسفر وبرنامج المطار.